ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. ودلوقتي بقى وصلنا للفقرة اللي كلنا بنحبها لما ينورنا في عيش سعيد ضيوف مختلفين. وضيفتنا النهاردة هي زي ما كده كلنا بنتأثر لما بنشوف مسلسل تركي ونعيش الأجواء، هي كمان تأثرت بالدراما الكورية وعاشت الأجواء وحبت إن هي تدخل جوه الموضوع أكتر لحد ما لقبها السفير الكوري بأنها سفيرة الأكل الكوري في مصر. معانا النهاردة ضيفتنا حنين اللي عندها 22 سنة بس، ووصلت ان السفير الكوري بنفسه يروح ويزورها وياكل اكلها. منوره يا حنين. ميرسي. اخبارك ازيك؟ ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. خير. بصي يعني انا مش قادره امسك نفسي طبعا من الاكل الخطير اللي محطوط قدامي ده، يعني عارفه اللي هو نفسي ادوق بقى كده اتكلم. اتفضلي. بس لا، واحنا بنتكلم طبعا هسالك على كل حاجه. تسلم ايديكي، اصلا الاكل عارفه العين بتاكل، فهو شكله ما شاء الله يشهي وريحته حلوه جدا. بس خليني اسالك، عرفيني عن نفسك اكتر. درستي ايه؟ انتي اصلا خريجه ايه والكلام ده كله؟ انا خريجة بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، اتخرجت السنة اللي فاتت. بعد ما ايه اتخرجت صغنونه قوي ايه ده؟ اتخرجت السنه اللي فاتت دي، انا بقالي كتير قوي ما سمعتهاش من الناس حواليا، بس تمام. كلنا يعني اه. الوقت بقى. مم. بعد ما خلصت الجامعة زي اي حد بيدور على شغل مش بيلاقي الحاجة اللي هو كان مستنيها، فانا ما قررت ان انا ما استناش او لسه هدور اكتر وبتاع. فقررت ان انا هعمل فكرة المشروع ده. لا استني بقى نقف هنا بقى، هنا بقى هناك وقفه. ما هو قبل المشروع ده انت اه. اتفرجتي على ايه ولا شفتي ايه ولا حصل ايه في حياتك الايحاء جالك من عشان ايه؟ تروحي للاكل الكوري؟ احنا بعدنا قوي يا استاذه. هو انا من زمان من محبي الاكل الكوري والثقافة الكورية. اه. بس كنت مقتصر بيها على نفسي انا واللي حواليا. اوكي. لكن بعد كده لقيت في اراء كتير بيقولوا لي ان هم عايزين حبيتيها منين؟ الدراما. كان وقت فراغي او وقت ما بحب اعمل موف اون من اي حاجه بدخل للكوري على طول. اوكي. جدا. وهي الدراما فعلا الكوريه لطيفه. جدا. اه. يعني هي لطيفه من كل النواحي. انا جربت قبل كده، هم عندهم احداث حلوه، يعني في احداث سسبنس على طول، انت مشدوده مفيش ملل. وممكن يعني هي ممكن تديكي افكار وتشجعك لحاجات كتيره في حياتك العمليه، يعني مش ان انا بضيع وقت وبس. اوكي. طب حلو قوي. فقررتي بقى ايه؟ يعني مثلا شفتي الاكلات بتاعتهم في المسلسلات وكده، ولا انتي فتحتي مثلا جوجل وقلتي انا عايزه اتعرف على المطبخ بتاعهم؟ لا، انا عشان اتفرجت على كوري كتير مسلسلات فانا حبيت اللغه. حلو. من خلالها درست في المركز الثقافي الكوري. ايه ده بجد والله؟ ده انت عندك اصرار وشغف بقى. ده ايه ده؟ فمن خلالهم اتعرفت اكتر على المطبخ الكوري وتعمقت فيه. طب ما دخلتيش اداب كوري ليه كمان؟ ده برضه كليه من الكليات المهمه جدا. هي عشان انا كنت ثانوي تجاري مش ثانوي عام. اوكي. فانا كنت مقتصره على تجاره عين شمس. اوكي. وانت قلتي ان انت روحتي درستي في المعهد المركز الثقافي او المركز الثقافي، وعلموكي هناك زي اصول الطبخ. قالوا لك مثلا احنا عندنا دي الاكله الشعبيه ودي. من خلال اللغه كنا بنتعرف اكتر عن الاكل، في اكلات كذا، في حاجات كذا، المكونات بتاعت الاكله نفسها بتعرف عليها اكتر. ببحث انا بقى بعد كده بتعمق، بس من خلال الكوريين نفسهم مش مصريين بيعملوا حاجه. طيب ايه اشهر الاكلات الكوريه بقى اللي انت ابتديتي بيها وبعدين دلوقتي بقيتي متميزه فيها؟ التوكبوكي والبيبيمباب، الكيمباب اللي بالصوص الاحمر. دي توكبوكي. اوكي. دي عجينه من دقيق رز، حاجه دي شبه المكرونه او الكفته الرز المصريه، بس دي اكتر حاجه ريحتها مميزه. دي مع صوص بتبقى سبايسي وحلوه شويه الاثنين. ايوه شبه السوشي دي. شبه السوشي بس من غير اسماك. طب محشيه ايه؟ نفس الورق الكيم، نفس الرز، بس طريقه رز السوشي بيتعمل بطريقه ورز الكيمباب بيتعمل بطريقه. ماشي. الحشو بقى بتبقى خضار مع بيض، خضار بس او مع بيض، او خضار مع بيض وفراخ ولحمه. هما بيحطوا البيض في كل الاكل؟ يعني بص، الوجبات الكوريه عموما لازم تبقى شامله كل حاجه. خضار اساسي، بيض، مفيش بيض، فراخ مفيش فراخ، لحمه، مشروم. يعني هو انت بتقولي كده ان الاكل الكوري مور هيلثي او صحي اكتر جدا. مناسب للي عاملين دايت، عندهم حساسيه جلوتين، مش بياكلوا حاجات معينه في الاكل هيلاقوها. الاطفال الصغيرين اللي ما بياكلوش معظم الخضار
طريقه بيبصوا لهم تحضيره الخضار بالظبط. فما يحسوش طريقه بيه. تحضيره مش بيحس بيه، اه فهو بياخد القيمه الغذائيه بتاعته حلوة وهو قوي. مستمتع جدا. طب انا شايفه اللي عليها بيضه. بصي انا بصراحه ما بعرفش اكل بيض الا في الفطار، عارفه الاحساس ده اللي هو ما ينفعش افطر غير بس مش هقدر اكمل دي معاكي اليوم. مناسبه جدا. فدي انا شايفاه. بصي هو انت ما شاء الله رصيتك للحاجه كمان، وطريقه التقديم جميله قوي يعني. زي ما قلنا في الاول هي العين اللي بتاكل، فانت رصاه بطريقه حلوه. انا بقى عايزه اعرف مثلا طبق البيض ده اسمه ايه؟ قلتي لي تاني معلش. بيبيمباب. هو ده بيبيمبا صح، احنا قلنا. طيب اللي فوق ده الصوص ده ايه؟ ده ولا صوص ده مش صوص؟ كوتشوجانج مع فراخ. كوتش اوكي. طيب انا شايفه دي مش عارفه ليه فكرتني بالسمبوسك قوي اللي قدامك هي دي. داملينج، هي يعني دي يعني مش عارفه مين المقتبس من مين، بس هي فعلا شبه السمبوسه، بس دي مش متحمره، دي بتبقى مستويه على البخار. جواها ايه بقى؟ فراخ مع خضار. طب انا عايزه ادوقها، ما متحمسه. تهزريش. جريء قوي يا اسماعيل بيه. لا استني، هو ده ايوه ايزي ستيكس. يا جماعه انا اصلا بحب الحاجات قوي اللي هي زي بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. طبق زي الجنة. اوكي الف هنا. ممكن تساليها بقى. اوكي طيب خلينا بقى ندخل على يعني المرحلة اللي هي فجأة كده لقيتي نفسك الناس كلها عارفاكي وترند، والسفير الكوري يجيب نفسه علشان ياكل من اكلك. هي كانت صدمه اصلا لقاء السفير، انا ما كنتش متوقعه، ما كنتش عامله حسابي اصلا ان هو جاي. هم كلموني وعرفوا بس مواعيدي، لكن ما قالوليش ان هو جاي او حاجه. زي اي يوم عادي، كنت واقفه لقيت اللي داخل اللي هو بدماغه كده يا حبيبي اللي هو انا اتصدمت فعلا. انت عارفاه طبعا، انا عارفاه بتتابعي بقى، انت من كوريه عشاقه اصلا. شخصيا. انا كنت انا بعزه جدا. ومن زمان كنت نفسي ان انا اقابله. بس انا ما كنتش متوقعه ان هي هتيجي بالطريقه دي. جرب الاكل، شاف ايه اللي موجود، جربه كله وعجبه وبس. عرفتي تتكلمي معاه بقى، ترحبي بيه اي كلمه من الكوري طبعا. اللي انت عارفاه؟ قلتي له ايه بقى؟ سمعينا شويه كوري كده. اللي هو عادي يعني انيونسيو. اللي هو ما اتكلمش اصلا كتير كوري، هو اتكلم عربي. وبعد كده اتكلم انجلش. اوكي. وما كملش يعني ما اتكلمناش كتير. انا من صدمتي اصلا ما كنتش عارفه اتكلم. لا عايزه اقول لك حاجه والله بتاعتي دي تحفه. مش عارفه احفظ اسمها تاني معلش. دامبلينج. دامبلينج. انا عايزه بقى 5 دامبلينج وانت اوردر على الهوا فاهم. طيب انا عايزه اعرف حاجه قبل السفير الكوري. انت اصلا قررتي تعملي مشروع ان انت تعملي الاكل الحلو ده في البيت وتبيعيه في حي المعادي، مظبوط كده الكلام؟ في المعادي بس ولا تشعبتي في كل حته؟ يعني انت عامله بيج اونلاين وعامله عندي الكلام ده كله؟ اسمها هانسيول. انا بدات اصلا الاول كنت بنزل كورنيش النيل قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون. حلو. اتعرفت هناك فتره، بعد كده عشان المنطقه امنيه وكده فما كنتش مرتاحه، فقررت ان انا هنقل. بس كان في اقبال عليكي؟ يعني مثلا حد يقول انت بتبيعي اكل دلوقتي، حد يقول لي يا عم كوري ايه بس وانا لسه هجرب بيطلع حلو ولا وحش؟ كتير جدا. هو بس في ناس حابه تجرب. جدا. لا هقول لك حاجه، مش قصدي كده. هو المصري على عيننا والايطالي والفرنساوي كل واحد ليه الحته بتاعته. بالزبط. بس انا مثلا جعانه وماشيه في الشارع ومعايا فلوس يعني ما اعرفش بقى على قدي ولا مش على قدي، كل واحد وامكانياته. فجعان ولقيتك بتبيع اكل كوري، هقول طب انا هدفع الفلوس اللي معايا دي واجرب، يا يعجبني يا ما يعجبنيش، عارفه التركه دي. أيوة. عشان كده كنت بسالك في اقبال، يعني الناس كانت مرحبه بالموضوع؟ في اللي كان مرحب بالموضوع عشان شافه قبل كده، فاللي هو اصلا كان بيدور عليه ومش لاقيه. ماشي. ودي من الاسباب اصلا اللي خلتني اعمل المشروع ده، بسبب ان في ناس كتيره كانت متحمسه ان هي تجرب بس بتدور مش لاقيه. صح. فانا قررت ان انا يعني اديهم السبورت والحماس ان هم يفرحوا بحاجه زي كده. اوكي. بالنسبه بقى ان حد يجي خايف وكده، فيا اما هو شايفه قبل كده وعاجبه فحابب ان هو يجرب،
يا اما هو خلاص قدام الامر واقع وانا هجرب وبحب المغامره وانا هشوف انا وحظي. عشان كده بعد كده يعني بعد الوقت ده اخترتي ان انت تروحي لمنطقه زي المعادي ان انت فيها اصلا عدد كبير من الكوريين، بالظبط. فهي اصلا اوريدي عندها الناس اللي عارفه الاكل ده وحافظاه موجودين. وبتاكله، ومعظم المطاعم أصلاً والباقي هناك. اجانب، والمطاعم الكوريه معظمها في المعادي. طب هم مثلا الكوريين بقى نفسهم ولاد البلد بقى لما بيدوقوا الاكل بتاعك بيقولوا لك ان هو فعلا شبهه؟ اصل في اماكن كتير قوي ممكن تاكلي فيها في مصر بتمصر الحاجه شويه، مثلا البيتزا الايطالي لا تلاقيها فيها حته كده فاهمه، السوشي مصري، الياباني. السوشي. لا لا كلهم الحمد لله ما جاليش اي رأي مخالف. يعني بيقولوا لك فعلا ده الاكل الاوثنتيك او الاصلي بالظبط. بتاع البلد. ايه ده، الله حلو قوي. طب انا عايزه ادوق حاجه تانية. طيب عبال أنا ما جاية لينا أتغدى. تدوق حاجه انا تانية، جايه اتغدى النهارده يا جماعه في عيش سعيد. ممكن عبال طب ما أدوق لينا إيه؟ انا عايزاكي تدوقي دي. انهي؟ دي. لا حاساها فيها صوص وممكن اوقع نفسي قدام الشاشه، خلاص شكلي يبقى خليها وحش دي بعد قوي. الحلقه. يعني بصي انا ممكن اجرب دي فراخ. اه بصي انا ممكن اكمل الحلقه هنا. عايزه دي فيها بيض صح؟ اه مش شكلك عارفة بتحب آكل البيض. انا ما بحبش البيض يا جماعه، بس شكلها مغري. تحفه. ممكن يعني تغمسي من الصوص بتاع التوك توك. اخد الفراخ بقى واقعد. تحسي ان انا في اوبن بوفيه، فاهمه؟ طيب انا عايزه اسالك، المكونات دايما كل مطبخ كده بيبقى له حاجات معينه مميزه ممكن تكون مش موجوده في البلد اللي انت عايشه فيها، بالظبط. فبتجيبي منين مكوناتك بتاعت الاكل الكوري واللي ممكن ما تبقاش موجوده في معظم السوبر ماركتس المعروفه؟ دي كانت مشكله بتواجهني كتير في الاول، ان انا فعلا مفيش خالص. يا اما فراخ تحفه تحفه. يا جماعه انا بجد أنا شكلي هروح معاكي المطعم هقعد جنبك. تنوري. فعلا مفيش المكونات بتاعت المطبخ الكوري غير في الهايبر او السوبر ماركت الكبير، وده نادرا اصلا لما تلاقي فيه كل المكونات. فكان بعد بحث كتير. زي ايه؟ ما انت عندك فراخ وبيض وعجينه يعني قولي لي ايه اللي مش موجود. دي الرز. دي الرز، اوكي. ده نادر لما تلاقيه. معجون الكوتشاجان. ايه؟ آه، ايه المعجون؟ معلش يا بنتي ده شايفه الاحمر ده؟ هو ده. ده بيجي جاهز مش انت اللي عاملاه؟ لا هو بيبقى جاي معجون وانا باخد منه كميات صغيره بعمل بيه الصوص. طب عندي سؤال، الاكله الخضراء دي ده موتشي حلويات. بصي حلويات؟ حدقي خلصي خالص كان. بس انا بصي انا عامله دايت فانا حاسه بالذنب، فولا انا ضربته ده بقى تمام ولا ليه؟ لا تمام. تمام عادي. الفراخ دي فرايد؟ اه. طب ايه؟ بس النهارده فري. المعده مش هتاخد بالها. لا بس بجد والله، بس هي فرايد يا جماعه ومش يعني مش حاسه فيها زيت، مش تقيله. هي فرقه ايه بقى عن الفرايد تشيكن العاديه؟ الصوص. الصوص. لا استني بقى يا دي رايحه تاني، دي جايه تتغدى بقى. لا دي سهى بجد المذيعه والنبي جعانه دوقي يا دي. جدعان. ممكن تدوقيها لو سمحتي؟ لا انا مش قادره اكل دلوقتي. مش قادره. هاكل في الفاصل. ماشي. دي احنا قلنا دي حلويات. اه خليها بقى في الفاصل فعلا عشان احنا محتاجين معلقه. هو دي بتتاكل بالستيكس الحلويات دي؟ تاكلها بايدك، تاكلها بستكس، تقطعيها مش هتفرق، بالسكينة أربع زيحي يا أرباع أستاذة وتاكلي لينا، كل ربع، زيحي. يعني براحتك. جواها ايه طيب؟ دي جواها يعني هي المفروض الاساسي بتاعها ايس كريم، يا اما شوكولاته يا اما فواكه. يبقى انا خدت فواكه عملتها بطريقه معينه. ليه ما حطيتيش ايس كريم يا حنين؟ ليه؟ الجو حر. انا بحب الايس كريم. الجو حر. ايوه الجو الجو حر تخطي تسيح يعني عقبال ما طبعا. تيجي وكده. وحطيتي ايه بقى؟ حشيتيها ايه؟ بطاطا. بطاطا. الله. بس مش هتلاقي في مصر حد بيعمل اللي انا بعمله. ايوه لا ما انت مختلفه ما شاء الله. جبتي بطاطا منين في الصيف يا حنين؟ والله لقيتها بالصدفه في السوق فجت لا في دماغي بتتباع الفكره. بتتباع. طب حنين قولي لي، في حد تاني زارك من حد مشهور او معروف غير سفير الكوري؟ استاذ عدنان وسو نافع وسيد نافع وكذا حد تاني يعني عشان ما انساش حد. وحبوا الاكل الكوري؟ جدا. طب واهلك رايهم ايه بقى في البروجكت اللي انت بتعمليه ده؟ مثلا قالوا لك في الاول يا بنتي هو مين هياكل كوري في مصر؟ هو الناس يعني خلاص زهقت من الطبيخ المصري عشان تاكل الكوري؟ انت عارفه بقى كلام الاهالي واقعيين شويه. بيبقوا شايفين خليكي جنب الحيط احسن في حاجات معينه.
فهل هم شجعوكي وكانوا كده اللي هو يلا ايه ده فكره مطرقعه ولذيذه، ولا كانوا ضدك شويه في الاول هو مفيش حد نهائي وافق على الموضوع. اصلا؟ والدي، والدتي، خالي، كل الناس اوكي. قالت لا. لكن والدي والدتي لما انا قعدت ازن واصريت على الموضوع، والدتي هي اللي تشجعت وادتني السبورت ان انا ابدا. اه. لما انا جيت قبل ما ابدا على طول انا خفت جدا وقلت انا مش هبدا، لكن هي اللي دعمتني وقالت لي جربي يوم، ونفع نفع، ما نفعش خلاص، ماشي. من غير ما والدي يعرف. اصلا اصلا سابت لك المطبخ بقى؟ الحمد لله. لوستي فيه طبعا. طبعا. اه وبهدلته لها وبصي طبعا. يعني. طب حنين، اصعب المواقف بقى اللي قابلتيها من ساعه ما ابتديتي البروجكت ده؟ لا هما كتير. يعني قولي لنا كم واحد كده. الاول نظرات الناس، امم ان انت بنتي واقفه في الشارع بتبيع حاجه، او اللي هي واقفه في الشارع عموما معاها مشروع، مش مهم يبقى بتاعها شغاله عند حد، فكره ان انت واقفه في الشارع في نظرات يعني لا تطاق حرفيا. اوكي. لكن بالعكس انا لما بشوف بنات زيك كده بقول ما شاء الله يا رب بنتي تطلع زيكم، ان انت مجتهده، مش حاطه ايدك على خدك، مش عواطليه في البيت، ان انت هي بتجتهدي. مش كل الناس دماغها او بتفكر زي بعض. ايوه، انت تلاقيكي بتدعي يا في رب ناس بنتي بتيجي تطلع تدعم بتعرف جداً. تطبخ يا رب عشان والله تعمل عشان لي اكل تأكلنا. وخلاص وتاكلنا. كملي يا انا ليه. ما حدش بياكلني، انا مش بطبخ يا جماعه، لا كوري ولا مصري ولا صيني ولا اي حاجه، فببسط قوي لما حد بياكلني. بتبقى حاجه لذيذه. غير النظرات اللي انت متضايقه منها، مع ان يعني انا شايفه ان زي راي لينا كده ان في ناس كتير قوي بتشجع، يعني وفي ناس ما بتشجعش، ما فيهاش حاجه. مم. فهي الفكره في كده يعني. في ناس تانية يعني بتدعم جدا، وفي بنات يعني حرفيا كانوا بيشوفوني بعد ما يمشوا يقوموا راجعين يقول لي احنا يا اما صايمين يا اما مش عاملين حسابهم او حاجه، فيقولوا لي كلمه حلوه، وبعد كده يقولوا لي يعني معلش احنا مش هنقدر ان احنا نشيمك، بس احنا حابين ان يا احنا حبيبتي. ندعمك. وبيمشوا. انت جميله. طب خليني اسالك برضو عن الاسعار، هل الاسعار في المتناول ولا الاسعار غاليه شويه؟ لا هي اول ما بدات كانت في متناول الجميع، وكان اقل كمان من المتناول، ماشي. لكن بعد كده مع غلاء الاسعار فانا رفعت سنه، بس هي نفس في متناول الجميع حرفيا. انا ممكن انا اقل واحده في السوق. وايه اكتر طبق بيتباع؟ البيست سيلر اللي هو اللي عليه اقبال؟ توبوكي. اللي هي اللي بصوص دي اللي انا هجربها بعد ما اخلص عشان خايفه الاكل يقع عليا. طيب حلو قوي، دي اكتر حاجه ناس بتطلبها؟ التوبوكي والكيمباب. علشان ايه بقى يعني؟ اكتر حاجه بتظهر على التلفزيون، اكتر حاجه بيبقوا بتتشاف. فهي دي اللي هم الحاجه اللي هم شايفينها قدام عينيهم على طول، فهم عايزين يجربوها. ايوه ودي صح بس عجينه رز، مفيش اي حاجه مع صوص بس. طيب فكرتي بقى ان انت مثلا شوفي مثلا حد يشاركك وتفتحي بقى المطعم بتاعك والكلام ده كله، او طبعا ده اكيد في المخططات دي، ده حلم ليك ان انت يبقى عندك بقى المطعم بتاعك وان انت هو انا حاليا شغاله على ده بالفعل. ايوه شفتي بقى، يلا احكي لي بقى. هو انا حاليا عايزه اعمل زي في حاجات كده في كوريا زي خيم تبقى زي مطعم. فانت نفسك بقى حلمك ان انت تفتحي الحاجه البرايفت بتاعتك. لا بس ان شاء الله جايه، اصل بصي هي خطوات واحده واحده، يعني انا ما كنتش اعرف ان الاكل الكوري ده دي مواصفاته، فقابلتك النهارده فدقته، فالناس هتتفرج على الكلام ده فتبتدي تتشجع ان هي تجرب حاجه جديده. هي الحلم بس بيبقى كام خطوه في الاول صعوبه، بعد كده تبقى يا رب. ما احنا عايزين عشان الناس لما تيجي يعني في كتير بيجوا لي عايزين مكان يقعدوا ياكلوا فيه، وعشان انا كمان اقدر اعمل بقيه الوصفات بتاعتي. يعني انا البيبي مباب مش بعرف اعمله بسبب المكان، ده بيبقى عايز يتعمل ويتقدم على طول، فهو مش هينفع يقعد، فده مانعني ان انا اعمله، فلازم يبقى في مكان عشان اقدر اعرض كل المنتجات عشان الناس تجرب كل حاجه. طب حنين، ليه ما فكرتيش انك تعملي مثلا قناه على يوتيوب تعلمي فيها الناس الطبخ الكوري بشكل معين، فبرضه ده دخل تاني او حاجه تانية تعمليها تبقي بتحبيها وتقدمي فيها الاكل الكوري؟ هو انا والله انا عايزه اعمل كده، بس هي الفكره انا ماليش في السوشيال ميديا او مش بعرف اعمل فيديوهات، فانا لسه بدور على حد برضه ان هو يساعدني في الموضوع ده. انت مين بيساعدك في الطبيخ في المطبخ؟ والدتي. يعني خلاص هي اتعلمت بقت خلاص بقت عارفه اسمائهم، يعني اعملي لي واحده اللي انت قلتيه ده بتعمل لك خلاص.
يعني لازم. طبعا بنمسي عليها وبنشكرها طبعا، اكيد هي ساعدتك في الحاجات اللي لينا اكلتها دي، صح؟ ايوه ده حلوين قوي والله. انا بصي حاجزه الطبق ده عشان محدش ياخده انا واخده يعني. بالي حبيبتي. احنا يعني بنحاول نداري على الضيوف، بس انا واخده بالي. لا بس انا بصراحه بصي هقول لك حاجه بصراحه، وده ممكن يكون ناس كتير قوي زي انا اول ما الاكل اتحط قلت انا مستحيل امد ايدي. ليه؟ لان انا ما بعرفش، ما بحبش اجرب حاجات جديده، وبحس المطاعم اللي هي الاسيويه واخدين احنا عن كمصريين فكره انطباع فظيع. عنها ان هو اكل ني، اكل زفر، اكل دول مش بيغسلوا مش عارفه ايه، دول بياكلوا اي حاجه مخلوقات كلها. فقلت ايه ده بصراحه بيني وبين نفسي انا يعني حاجه ماليش فيها وعمري ما جربتها، ليه اجربها على الهوا كمان؟ عارفه لو وشي هيبان عليه. بس بصراحه الاكل ريحته زي الفل، فده اللي خلاني عايزه اجربه. لما جربته والله غيرت رايي فعلا. الواحد لازم يبقى اوبند اكتر ان هو يجرب كل الحاجات المختلفه، ممكن تطلع حلوه يعني. مش كل حاجه مختلفه ممكن تبقى وحشه. حتى لو لما تيجي تجرب، جرب في حاجه صغيره، صح. جرب في حاجه يعني ما يعني تحس ان انت واثق فيها، شكلها النوع، الاكل لازم تعرف انت هتاكل ايه اللي موجود، محتويات الطبق نفسه اوكي. قبل ما تبدا. وعلى فكره اللي انت قلتي اللي هو شبه السوشي ده، هو انت في بيض بس هو طعم البيض مش باين بطعم البيض اللي احنا عارفينه، يعني مش محسوس خالص، فجميل جدا. طيب عايز اسالك بقى حاجه، ايه اكتر حاجه في المطبخ الكوري قلتي لا مستحيل اعملها لان هي في الاسواق المصريه محدش هيشتريها ومحدش هيحبها؟ لا مفيش. مفيش طبق معين قلتي صعب؟ حاجات نيه مثلا، حاجات لا هو الكوري ما فيهوش ني خالص. خالص. ده الني اكتر في الصيني اظن وفي الصيني، الياباني. كده. اوكي لكن كوري لا، مستوي 100%، حلو قوي. ما فيهوش حاجه نيه. خلاص تمام اهو. حنين، انت صراحه بتعملي حاجه لذيذه جدا وشرفتينا في ان انت كمان ان سفير الكوري نفسه يقول ان انت احسن واحده بتعملي اكل كوري هنا في مصر وسفيره الاكل الكوري في مصر. فانت سنك صغير، حققتي حاجات كويسه ولسه هتحققي تاني. انا بجد مبسوطه ان انت نورتينا النهارده في عيش سعيد، وان شاء الله دايما تعملي حاجات احسن واحسن. بجد يا حنين فعلا نورتينا، وانا بدعمك جدا لاني دقت بنفسي قدام الناس. يعني الاكل انت حطيتيه كلناه، ولا قلت خطير هو مش حلو، لا انا صريحه يعني الحاجه اللي فعلا فيها حاجه بقول ان هي فيها حاجه. بس اكلك زي الفل ونضيف جدا وريحته حلوه قوي، وتحسيه فعلا اللي هو لا مش ممصره حاجه، هو كوري اصلي يعني. 100 100. بشكرك حبيبتي، نورتينا جدا في عيش سعيد النهارده. والله يا جماعه جربوا حاجات كده مختلفه، وجربوا مطابخ مختلفه، ونشجع بعض. يعني لو لقيت حد عنده فكره مختلفه ونفسه نفسه في سبورت ان انت تجرب حاجه، ان انت تشتري منه حاجه، بجد اعمل كده، لان في ناس كتيره قوي بتبقى محتاجه دعم. خلينا نروح لفاصل اتغدى يا جماعه وهنرجع لكم تاني على طول، خليكم معانا.